ليش في ناس بألمانيا تعبانة وليش في ناس مرتاحة؟ نفس البلد، نفس القوانين، نفس العملة، بس النتيجة مختلفة. أنا عايش بألمانيا وبشتغل بألمانيا وكل يوم بشوف النوعين. ألمانيا مو جنة مو جحيم، ألمانيا بلد النظام. اللي بيفهم النظام بيمشي معه بيرتاح، واللي بيتجاهله بيتعب. في ناس بتشتغل كتير بس بتصرف أكتر ما بتحسب. إيجار عالي، سيارة، أقساط، أكل برا، ومصاريف بدون حساب. آخر الشهر ولا شي. مو لأنه ألمانيا ظالمة، لأنه التخطيط غلط. وبالمقابل في ناس عايشة بعقل، بتحسب، بتصبر، وبتعرف إنه الراحة ما بتيجي بيوم وليلة. مو أغنياء بس مستقرين. الفرق مو بالحظ، الفرق بالعقلية. ألمانيا بتكافئ الصبور، بتكافئ اللي بيتعب صح. اللي بده كل شي بسرعة رح ينكسر، واللي ماشي خطوة خطوة رح يوصل. هي الحقيقة بألمانيا، ولا تحرمني من مشاركتك بالقناة وتفعيل إشعارات الجرس.